السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنعمل صينيه رقاق بالكبد والقوانص، او احنا في دمياط عندنا اسمها الامامه. نسمي الله. شوف المقادير. معانا بصلتين كبار بنقليهم، والكبد والقوانص دي بتبقى مسلوقه اصلا مع الفراخ، ومع بالفلفل والبصل وكده. بنقطعهم وننزل بهم مع البصله بعد ما تدبل، نحط ملح وفلفل ونقلب فيها، وبعدين نحط عليها حوالي معلقتين او 3 زبيب. طبعا الزبيب بيديها طعم تحفه. وبعد ما تخلص بقى نسيبها في طبق كده تبرد على ما نعمل صينية الرقاق. زي ما شايفين كده الزبيب بيديها طعم جميل قوي. نجيب الصينية بقى ندهنها سمنة معلقة واحدة. صينية الرقاق اللي بالكبد والقوانص او حتى باللحمة ما بحبش بحطش فيها سمنة كتير عشان بتبقى طعمها احلى. بنفرد الرقاق كده زي ما انتم شايفين. ورقة نخرجه كله على بره، ورقة من كل جهة كده ورقة. وبعد ما نحط ورقتين او 3 بنرش معلقة سمنة او معلقتين عشان سمنتها متبقاش كتير. بس زي ما انتم شايفين كده، حتى لو اتقطع منك ميهمكيش، لو اتهرد منك ميهمكيش، في الاخر برضه بيبقى صينية رقاق. زي ما شايفين كده معلقة سمنة او معلقتين. ده اول دور سمنة نحطه. بعد كده بنحط دور رقاق تاني زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بننزل عليها بالكبد والقوانص بقى اللي احنا عاملينها بالبصلة والزبيب، ونفردها في الصينية. بيبقى طعمها تحفة جدا. بس بعد كده بنغطيها بقى بالرق تاني. ده دور، والدور التاني الورق بيبقى بره اطراف ما يهمكيش، لان في الاخر هوريك بنلمه ازاي. زي ما شايفين كده بنبدا الورق اللي خارج كله بره بنبدا نلمه على جوه، مش شرط بقى نرتب ونساوي، لا بتلم عادي. زي ما شايفين كده بنلمه كله على جوه. كل الورق ده كان بره، نص الورق كان في الصينيه والنص بره. لميناه كله على جوه، وادي معلقه السمنه التانية. نحط بقى على وش ورقتين، منحطش في اخر دور رقاق وبنحط السمنه غير بعد ما نقطعها. زي ما شايفين كده بالشكل ده. ده دور السمنة التالت، معلقة السمنة التالتة. وبعد كده بقى بنحط الدور الأخير، ونبدأ نمقط الطرف بقى بتاعها على جوه على تحت الصينية. بنرفع كده من تحت وندخل الأربع أطراف بتوع الورقتين الأخرى أو ال3 ورقات الأخرى. بنبدأ بقى نقطعها عادي جدا، مربعات أو مثلثات زي ما انت عايزة. زي ما شايفين كده منخرجش الأطراف عشان الحشوة بتاعتنا متخرجش. بعد ما قطعناها بالشكل ده بنقدح بقى السمنة، بنسخنها قوي، وندهن بقى الوش كله سمنة، برضو ما تبقاش كتير. نسيبها بقى شوية تهدى كده وندخلها الفرن. بعد كده بقى نعمل لها اللبن بتاعها، كوباية لبن على بيضة على كوباية شوربة فراخ، شوربة لحمة حسب ما انت عاملة، وملح وشوية فلفل وملح خفيف قوي لان الكبد قانص عليها ملح. ونقلبهم ونخرج الصينية من الفرن تكون اخدت نص سوا بالشكل ده، ونسقيها كلها. بس بعد كده ندخلها تكمل السوا في الفرن، بتعلى بالشكل الجميل ده، ويبقى طعمها تحفة جدا. يا رب تعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. بألف هنا، مع السلامة.